في ليلة كانت الأنظار فيها متجهة نحو ملعب المباراة، وقف المنتخب المغربي أمام العملاق البرازيلي بثقة كبيرة، وكأنه يقول للعالم: نحن هنا لننافس الكبار، ولسنا مجرد ضيوف في كأس العالم. مواجهة من العيار الثقيل جمعت بين منتخب يمتلك تاريخا أسطوريا هو البرازيل، ومنتخب صنع التاريخ حديثا وأصبح يحظى باحترام العالم بأسره، منتخب المغرب. منذ الدقائق الأولى ظهر واضحا أن المباراة لن تكون سهلة على الطرفين. البرازيل دخلت اللقاء بأسلوبها المعتاد، محاولة فرض السيطرة والاستحواذ على الكرة، مستفيدة من المهارات الفردية العالية للاعبيها. أما المنتخب المغربي فاعتمد على الانضباط التكتيكي والضغط الذكي والسرعة في التحول من الدفاع إلى الهجوم. الجماهير المغربية التي تابعت اللقاء كانت تؤمن بأن أسود الأطلس قادرون على تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصا بعد المستويات الكبيرة التي قدمها المنتخب خلال السنوات الأخيرة. ومع مرور الدقائق بدأ المغرب يفرض شخصيته أكثر فأكثر، حيث نجح اللاعبون في إغلاق المساحات أمام نجوم البرازيل ومنعهم من الوصول بسهولة إلى المرمى. وفي لحظة أشعلت المدرجات، تمكن المنتخب المغربي من الوصول إلى مرمى البرازيل، مؤكدا أن الفارق بين المنتخبين لم يعد كما كان في الماضي. اللاعبون المغاربة أظهروا شجاعة كبيرة في المواجهات الثنائية، وربحوا العديد من الصراعات في وسط الميدان، وهو ما منح الفريق ثقة إضافية طوال المباراة. لكن البرازيل بخبرتها الكبيرة لم تستسلم بسهولة. ضغطت بقوة بحثا عن العودة في النتيجة، واستغلت جودة لاعبيها لصناعة الفرص. ومع ذلك ظل الدفاع المغربي متماسكا، بينما وصل الحارس المغربي تقديم تدخلات حاسمة حافظت على آمال الجماهير. كل دقيقة من المباراة كانت تحمل إثارة كبيرة. الجماهير البرازيلية كانت تنتظر لحظة الحسم، والجماهير المغربية كانت تحلم بانتصار تاريخي جديد يضاف إلى سجل الإنجازات. وبين هذا وذاك قدم اللاعبون عرضا كرويا يؤكد أن المنتخب المغربي أصبح من بين أقوى المنتخبات في العالم. ومع اقتراب صافرة النهاية أدرك الجميع أن المغرب لم يعد منتخبا يفاجئ الكبار فقط، بل أصبح منتخبا ينافسهم على قدم المساواة. الأداء الجماعي، الروح القتالية، والانضباط التكتيكي كانت كلها عوامل جعلت أسود الأطلس يقفون ندا قويا أمام السامبا البرازيلية. انتهت المباراة، لكن الرسالة كانت واضحة: المغرب يواصل كتابة تاريخه الذهبي، وجيله الحالي يملك القدرة على تحقيق المزيد من الإنجازات. أما البرازيل فرغم تاريخها العريق ونجومها الكبار، فقد وجدت نفسها أمام منتخب لا يخشى الأسماء الكبيرة ولا يتراجع أمام الضغوط. لقد كانت مواجهة بين الماضي المجيد والحاضر الطموح، بين مدرسة كروية صنعت الأساطير ومدرسة جديدة تصنع مستقبلها بثبات. ومهما كانت النتيجة، فإن العالم خرج من هذه المباراة وهو أكثر اقتناعا بأن المنتخب المغربي أصبح قوة حقيقية في كرة القدم العالمية، وأن أسود الأطلس قادرون على الحلم بأكبر الإنجازات في السنوات القادمة.